واش خبرك اخي المؤمن من بين الشبه اللي كيروجوا له الملحدين او الكفار بصفه عامه هي قضيه الرق العبيد. كيقول لك الاسلام جا كيستعبد عباد الله، الاسلام فيه تجاره في البشر، وهذه بطبيعه الحال من الشبه المضحكه السخيفه الباطله اللي جاوبوا عليها العلماء في قديم الزمان. ولكن بما ان الكفار مازال كيروجوا لها، حنا كمسلمين من الواجب علينا ندافعوا على الدين ديالنا ونبينوا الخزعبلات ديالهم والخرافات ديالهم. هذه القضيه هذه ديال استعباد الناس بعضهم لبعض راه كانت نظاما معمولا به منذ قديم الزمان لا يدرك له اوليه، يعني في جميع الملل وفي جميع الامم الغابره في الزمان. كانت عند الصينيين القدامى، عند الهنود، عند المصريين، كانت عند البابليين، الاشوريين، الكنعانيين، الفينيقيين، وكانت عند العرب في الجاهليه قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. والاسباب ديال الدخول في الرق يعني باش تولي عبد كانت كثيره جدا. من بين الاسباب هذه هي الحرب. إلا غزات شي قبيله اخرى، هذوك الاسرى هذوك كيتقتلوا اولا كيوليو عبيد. من بين الاسباب الدين، الكريدي، الا كيسالك شي واحد شي حاجه ما عطيتيها له شي كتولي عبد. كان الفقر، الا ما عندكش الفلوس كتبيع ولادك وكيوليو عبيد. كان الاختطاف، كتكون ماشي ما عليك ما بيك حتى كيسرقوك ويديوك كيبيعوك كتولي عبد. كان الاجرام، الا عملتي شي جريمه ولا كذا كتولي عبد. بنادم الا شرا شي قطعه ارضيه كيشريها باللي فيها كيوليو تا هما عبيد عنده. كان بنادم من ديك الطبقه ديال الاغنياء الى اساء الطبقه ديال النبلاء، الا مشى تبسل ولا كذا كما كنقولوا كيولي عنده عبد. يعني الاسباب ديال الدخول في الرق كانت كثيره جدا، بينما الاسباب ديال الخروج منه كانت قليله. جوج ديال الاسباب فقط. الا عتقك المالك ديالك قال لك سيرك وليتي حر، او لا شريتي راسك، المكاتبه فقط. هذو هما الاسباب. يعني كانت الاسباب ديال الدخول في الرق كثيره جدا، والاسباب ديال الخروج كانت ضيقه جدا. ولكن جاء الاسلام جاء بنظام عجيب جدا. ومن اول ما عالج الاسلام او من بين ما عالج الاسلام هي قضيه الرق. ابطل جميع الاسباب. ممنوع يولي شي واحد عبد الا في حاله واحده هي في الحرب، وهذه الحاله هذه في المصلحه ديال ذاك العبد. حيت ملي كندرزوا حنا او كنتقاتلوا وكيوليو معنا اسرى ممكن نقتلوهم عيبوا تكافر شي مقدره، ولكن ملي كيولي معنا عبد راه في الغالب كيسلم وكيكون مما كناكلوه، كياكل من الماكله اللي كناكلو حنا. ممنوع انت تاكل الكروفيت وتعطيه هو البطاطا مسلوقه. ممنوع انت تلبس اللباس مزيان والثوب مزيان وتعطيه هو اللباس مبهدل. كتلبس مما كيلبس وكياكل مما كتاكل. وحتى تقول له عبدي ممنوع تقول له اجي العبد، او لا تقول حتى شي واحد هذا العبد ديالي، كتقول له فتاي. مصطلح قراني. واذ قال موسى لفتاه وقال نسوة في المدينه امراه العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبه. فتاي ممنوع تسيلي له وممنوع تضربه من غير سبب. ممنوع. اش بالك الاستاذ في الاسلام. والاسباب ديال الخروج من الرق كثيره جدا. يعني سبب الدخول هو الحرب فقط وفي المصلحه ديالو. من اسباب الخروج كثيره جدا. من بين الاسباب هي كما قلت الا مشيتي ضربتي من غير سبب خصك تعتقو مباشره. من اسباب الخروج التقرب الى الله عز وجل. لا باس عليك سير اعتق مع راسك الرقاب، سير مع راسك اعتق هذا كفاره الحليف. الا حمدتي يعني قلت والله تندير كذا وما درتيش خصك تعتق رقبه. ومن الاسباب الخروج كذلك الظهار. يعني الا قلتي لمراتك انت علي كظهر امي كتحرم عليك، الا بغيتي ترجع خصك تعتق رقبه. الا مشيتي حتى جمعتي مراتك في نهار رمضان عتق رقبه. القتل الخطا عتق رقبه. يعني كثير الاسباب ديال الخروج من الرق. واسباب الدخول سبب واحد. وبطبيعه الحال اذا كانت الاسباب ديال الدخول قليله واسباب الخروج كثيره مع الوقت راه ما يبقاش شيء. هو هذا الشيء اللي كنشوفوا دابا. شي النظام الرباني كيفاش داير. راه بغاو يديروا الميريكان، بغاو يحيدوا العبيد الميريكان 1861 ناضت الحرب الاهليه فيها 4 سنين ديال العبيد وكذا. روينه ناضت. لا اله الا الله محمد رسول الله. ما اعظم هذا الدين. اسال الله عز وجل ان يفقهنا في ديننا، ان يعلمنا ما ينفعنا. السلام عليكم ورحمه الله.